النهاردة معانا قصة مختلفة، قصة وجع راجل قرر يحكي مش عشان يشتكي، لكن عشان يمكن حد يسمعه بقلبه. احكي لنا الحكاية، بدأت منين؟ بص يا أستاذ، أنا اتولدت بإعاقة في رجليا، شلل من وأنا طفل، بس عمري ما خليت ده يكسرني. كبرت واتعلمت واشتغلت وكنت دايما بحاول أبقى راجل بمعنى الكلمة. لما حبيت اتجوزتها من قلبي، كنت شايف فيها الدنيا كلها. ما كنتش بقدر أجيب لها كل حاجة، بس والله العظيم عمري ما قصرت. كنت بعمل اللي أقدر عليه عشان أبسطها، وعشان بنتنا لما تيجي تلاقي بيت دافي. يعني رغم إعاقتك اتجوزت وحبيت؟ بس مع الوقت بدأت تتغير، بقت دايما زعلانة وكل شوية تطلب الطلاق، وأنا مش عايز أطلق، مش عشان خايف، بس كنت بحبها وحبيت بيتي. فجأة من غير ما أعرف رفعت قضية طلاق، وقالت إنها متضررة من إعاقتي، كأنه ده ذنبي. شدت مني كل حاجة، الشقة، العفش، البنت، حتى هدومي مشيت من غيرها. رمتني في الشارع، ومش بس كده، منعتني حتى أشوف بنتي. يعني اتحرمت من بنتك؟ ولما حاولت تشوفها حصل إيه؟ رفعت قضية رؤية وكسبتها، بس لما كنت بروح أشوفها كانت تصوت وتقول إني عايز أخطفها، وتلم الناس عليا، والناس تتخانق معايا، وأنا لا عارف أتكلم ولا عارف أحضن بنتي. كنت بقول لها خدي اللي انتي عايزاه، بس سيبيني أشوف بنتي. كانت تقول لي مزاجي، أنا عايزة أبهدلك. إيه أكتر حاجة وجعك دلوقتي؟ أنا مش طالب غير حضن بنتي، أشوفها تكبر قدام عيني. مش عايز أكون في حياتها ضيف، أنا أبوها. يا رب يا رب تلم شمل كل حد بعيد عن إنسان غالي عليه. لو قصته لمست قلبك شارك الفيديو، يمكن صوته يوصل للي في يوم من أيام منعه من حضن بنته. واكتبوا له دعوة حلوة في الكومنت، يمكن دعوة من القلب تفتح له باب من السماء. نشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ناس موجوعة بس لسه عندها أمل.